ليش عندما صارت الامور مهيئه ليش ما تضغط الرمادي والانبار ليش الحويجه؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، شو الموقف رجال الانبار وعشائر الانبار والقوه اللي شكلت في الانبار من مجازر الحكومه في ساحات الاحتساب؟ نعطيكم الرد بكل بساطه. احنا هيئنا امرنا نعم، وسلاح منذب من ايدنا نعم والله، ولكن فتوى الشيخ عبد الملك عندما قال لا تبدون دافعوا عن انفسكم، فاحنا كلمه الجهاد هذه امر عايد للعلماء مو عايد لنا احنا كعشائر. احنا نعم وهسه نقولها. البعض يقول ذولي بس كلام، لا اقسم بالله احنا مو كلام، سلاحنا موجود وما زلنا ننذب بسلاحنا. ردا على قضيتين، الاولى رساله الى سعدون وعلي غيدان، ارتكب خطأ كبير عندما قال لن نسمح لهذه القوة أن تكون حامل السلاح والسلاح بيد الدولة. أنا راح أجاوبه نيابة عنكم يا أهل الأنبار، أقول له روح طلع الصحوجية اللي جابتها الحكومة وجهزتهم بالسلاح هذول، وعدما الحكومة عندما تكون الحكومة حكومة عقل وحكومة منصفة مثل ما قال الخطيب، نرمي سلاحنا ونبطل نقعد. أولا انتبهوا على كلمة قلتها قبل فترة وذكر بها نفسي وشيوخنا وعلمائنا، قلت لكم ما حطعنا، قلت لكم نبدي بتنظيف المحافظة، قلت لكم من البداية هناك من مفرط في داخل المحافظة، وعليه سؤال بسيط نوجه منها المنصة قبل ما ننزل. السؤال الأول نوجه من هذه الساحة إلى الأخ محافظ الأنبار، نقول له من اللي جاب الجيش إلى المحافظة وبأمر من؟ هاي واحدة. اثنين، سد الحدود اليوم صار لها أكثر من 10 أيام، العراقيين ما يطلبون يطلعون فقط اخواننا الاردنيين والسعوديين، شوفوا اللعب وشوفوا الان في داخل المحافظه من جاي يلعب، احنا عليش قابلين على المالكي هذا قدامنا، بس شوفوا ايش يسوون بنصنا. وارجع واذكركم واقول لكم يا عمامي يا علمائنا يا شيوخنا، انتبهوا على ما جاي يجرى. هناك من يقف على هاي المنصه ويغلط ويشتم، ومن يروح يقعد مع قاسم وهادر زيج وغيره، والاتفاقيات صار في بغداد. وعليه حتى نكشف الامور، اسمعوا زين، وعليه اسمعوا، وعليه قالوا ليش ما طبيت الرمادي؟ نعم احنا مهيئين طب الرمادي، بس خلوا في بالكم عصاباتهم المتحضره بكسر المصارف ولحرق الدوائر، وبالتالي تقوم المحافظه على المعتصمين وتقول لعنة الله حاشاكم على هذا الاعتصام، مثل ما سووا فضيحتهم بذول جنودهم اللي تشكلوا. واحنا والله لو نريد نذبح ما نستحيل، ولكن اسمعوا هناك مكر وهناك جر رجل مثل ما سووها بالحويجه. فرسالتنا الثانيه نقول لسعدون ولعلي غيدان، بعد دم ولدنا ببطونكم ما طلع، والرساله موجوده، ننتظر فتوى الشيخ عبد الملك، مو ذبها برقبه تعال واطلع من الاسام، لا والله ننتظر علماء الدين يقولون تحرك نتحرك، سلاح ما نذبه، موقفنا ثابت وراح ننتظر. ولكن اطلب منكم قضيه واحده بالله عليكم اسمعوها زين، اسمعوها يا اخوي. هسه الاقليم انا اعطيت الخيار، انا قلت لكم لو قتال لو انفصال، من قلت لكم هذا الكلام، مو قلت لك روح سوي اقليم او روح اذبح، قلت لك اختار، ولكن طالبت فيها الاخ عمار الحكيم ومقتدى الصدر، قلت لهم اذا اردتوا ان تحفظون دم العراقيين مثل ما هم يقولون، دماء العراقيين اللي يسمونها حرمه، ووحده العراق اللي لحد الان ما شفناها شلون قايله، بسيطه، طلعوا هذه الحكومه، جيبوا حكومه اخرى، احنا نريد نظل نتخبر. انا طالب الان قبل ما انزل العمائم البيضاء وشيوخ العشائر الحفاظ على هذه المنصه واعادتها من جديد وترتيبها. ثانيا نحامي الشيوخ اللي صدروا عليهم امر قبض، الشيخ قصيب، الشيخ سعيد ومحمد الخميس، اسمعوا زين، ونجيبهم نصعدهم على المنصه. اما ذيك الساعه حتى يكونوا علماءنا والشيخ عبد الملك على علم، اي قوه تحرك على هذه الساحه وتحاول ان تطب وتعتدي، لا ذيك الساعه بس نسينا، بس لا تسوي لنا فتنه، بعدين خليني اكمل كلام ارفع حتى العقل، بس اسمعوا لا تسوي لنا فتنه. وعليه هذا ما احنا دماء الحويجه تدير برقابنا،
ما انخذلنا او تراجعنا، ولكن علماء الدين كان مطلبهم الدفاع عن النفس. والله انا ما اتفق وياهم صراحه، غير ما مقتنع، ولكن طاعتهم فرض. ديموا الساحه. والجاي قلت لكم ذاك النهار، قلت لكم لا تروحوا لها، هي جت تجيكم، وجوكم بعزيمه، ترى اعزموهم الجماعه وجم. لذلك كلامي موجه الى محافظ الانبار واقول له سد القنوات ومنعها من داخل الساحه. جيبتك للجيش لاجل الانتخابات، مو لاجل دخول ساحه الاعتصامات، والله تخسش برمجه يطلبون الساحه، ولكن لاجل انتخابات افتهموا اللعبه. سد الحدود، المراوغات، تحريك الارتال العسكريه، كلنا نعرفها. لذلك وصاتي لكم يا اخوان الثبات، والله بالله عليكم لا تنجرون ورا فتنه ترسل في داخلنا. احنا نعرف الصحوات اللي جابها المالكي او جابتها الحكومه، واللي بعض ركض ورا الفلوس والتسليح، هي المالكي عارف زين والحكومه تعرف زين، ما يقدروا يطبقون الانبار بهذا الثوب، ولكن بيفتنون كل عشيرتها. كل عشيره الان بها اسماء من الصحوه. لذلك اوجه لهم رساله بالنيابه عن عشائرنا وعلماء دين، نقول لهم يا اخوان ابتعدوا عن هذا الطريق اصبح الان مسدود امام كل المؤامرات. وقبل ما انزل ايضا بيع وطلعوا برا وعافونا، ما حد يعرف احد، بس انطوها الساعه طبعا على المؤامرات اكبر من عندنا. احنا مو جاي نواجه ترى حكومه ومالكي فقط، احنا عندنا عملاء هنا في الداخل، والله وضع اعيد واقول عليكم يجب ان نخلص من هذول العملاء. كيف نخلص منهم؟ بعده طرق، عندكم مقاطعه، وعندكم التنكيل، وعندكم التشهير، وعندكم اساليب اخرى. اما قضيه دخول عسكري الى المحافظه اسقاطها، فاحنا ننتظر علماء الدين واحنا جاهزين وحاضرين، مو للعنف مثل ما قالت حكومه المالكي، التحريض والدم، وجنودهم اوادم، وجنودنا او ربعنا ذبح غنم. فانا هاي وصاتي اول ما اوصي نفسي وعلمائنا وشيوخنا، وحافظوا على الساحه، اترجاكم اسمعوني، حافظوا على الساحه بقضيه واحده، هاي تالي الليل ماكو احد، راح نبدي كلنا نداوم من جديد، نعيدها ونثبت لهم انه رجال الانبار اذا قالوا سووا. ورسالتي الى الحويجه انتبهوا، اعيدها، والله ما نعوق ذنبكم لا والله، ولكن ننتظر فقط قضيه مهمه، هي قرار الحرب. مو بدين ترى شيخ عشيره ولا عالم دين ولا بجهه، قرار الحرب يبقى بمشوره الكل.